السلام عليكم. بسم الله على بركة الله. اليوم نحضر معكم الريب بحال اللي كيتباع في المحلابات، راه كيجي رائع غير بالحليب المجفف. هذا هو الشكل ديالو، شوفوا في الكاس ما كيهبطش. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واللي شاف القناه ديالي ما ينساش يتابونا معايا ولي لايك والبارطاج مع الاصدقاء. راه كيخرج كميه كبيره. ندوزو على بركه الله المقادير. كنعبروا نفس الكاس اللي كتعبري به. عندي 3 الكيسان ديال الحليب مجفف، عندنا حك تاع ياغورت، كاس تاع السكر وفانيلا، وعندنا 2 لتر ديال الماء. كناخذوا لتر ديال الماء، كنضيف عليه الكيسان تاع الحليب المجفف، 3 الكيسان، مع كاس تاع السكر، ساشي تاع الفانيلا، حك ياغورت بنكهة الفاني. ولا متوفرش عندك ياغورت الفاني تقدري ديري حك عادي. صافي غناخذوا الخلاط وكنحاول نطلعو مزيان. تقدر طحني في المولينكس، المهم اللي متوفر لك. صافي كنطلعو مزيان حتى كتبان لينا واحد الرغوه. هانتو كيفاش كتبان ليكم بهذه الطريقه. كنبقى بحال هكا كنحرك مزيان بهذا الشكل. صافي دابا غنحبس وغنضيف لتر ديال الماء يكون ساخن بحال اللي غنطيبوا به الشاي. صافي وغناخد لي فيغين او كيسان، المهم اللي بغيتي بهذا الشكل. درت في كيسان، درت في هاد الزليفات. المهم راه كيخرج كميه كبيره. صافي كنفرغهم بهذه الطريقه كيف ما شفتوا معايا. صافي وغناخذ واحد طنجره الضغط وغنديروا فيها الماء يكون ساخن حتى الغليان. صافي غنصفوا فيها هاد الكيسان مع لي فيغين بهذه الطريقه. صافي وكنسدوا عليها كيف كتبان لكم في الصوره. كنعاود نزيد الماء. صافي القاع ديال الكاس كيكون واصل ليه الماء. صافي غناخذ طنجره الضغط وغنسد عليها مزيان وغنديروا الصفاره بهذا الشكل. الا تبعتي هذه المراحل والطريقه راه كاع ما تبقاو تشريهم من المحلابات. صافي وناخذ واحد مانطه تكون صغيره وكنغطيه وكنخليه بحال دابا درتو مع السبعه، كنخليه حتى السبعه، يعني 12 ساعه. وهذا هو الشكل ديالو. دابا غندخلهم للثلاجه يبردوا. هو الشكل ديالو بعد ما خرجتهم. راه حاطه معكم كاس باش تشوفوا راه ما كيبقى عاقد وقابض. ونتمنى اللي شاف القناه ديالي ما ينساش يتابونا معايا ولي لايك والبارطاج مع الاصدقاء. وهذا كان هديه لجميع المتتبعين ديالي، الناس جداد والناس القدام.